في زمان بعيد وفي دوار بعيد وقديم، كان رجل ضرير جالس حتى الحيط متشكك، كتافو منحنيين وجسمو كيهز على كل نفس ديال الريح، وملابسو بالية كتشعد على سنين ديال الحزن والبرد. عينيه مسدودين بشدة، الدموع كتنسل على خدو بحال شلال صغير، كل دمعة فيها قصة ديال القلب موجوع. وكان كيهمس بصوت مرتجف: الطمع قتلني، والطمع سرق لي عيني، والطمع جبدني لهاويتي. يديه كترتجف وهو حاطهم على وجهه، كيقلب على شي حاجة تثبت بها راسو في هاد الدنيا اللي سالات فيها البسمة عليه. إذا قرب منه شي واحد وبغى يعطيه صداقة كان كيتراجع بعناد، كأنها مثل قطعة فضة فيها إهانة، ولكن كان كيقبلها غير إلا ضربوه يعطاه الصداقة على خدو، فيرفع وجهه المتألم والصفعة كتدخل لقلبه بحال شي بركة، وكيتنهد بصوت خافت: الصفعة حسن من العطا. وكيبقى هناك بوحدو محاط بالحزن والدموع، كل ارتجاف في يدو، كل دمعة على خدو كتحكي على الطمع والخيانة والفقدان. الصمت اللي تيظهر للناس كيدور حداه كان صراخ في ودنو، كيعكس الوحدة والخسارة اللي عمرهم ما غادي ينساها. جاء عند الضرير تاجر غريب لابس جلابة نقية وهمامة بيضة، شكل ليه كيعطي الهيبة. الناس في الساحة كانوا كيتفرجوا فيه وكيتهامسوا مع بعضياتهم: شكون هاد السيد؟ شكله ماشي من هنا. التاجر قرب من الضرير اللي كان جالس حدا الحيط، وقف قدامه وتحناه شوية وعطاه بين يديه قطعة فضة جديدة كتلمع بحال القمر. الضرير تحسس القطعة بسبابته، حس برودتها وبالخطوط اللي منقوشة فيها، ومن بعد رفع راسو وقال بصوت فيه نبرة الحزن والتمرد: ضربني ولا خد مالك، من نستاهلو غير لا صفعني صاحبو. التاجر تعجب بزاف من كلامه وقال ليه وهو كيشد نفس عميق: ايش هاد القول الغريب؟ انا عطيتك صداقة والصدقة راه بركة، وانت كتجاوبني بهاد الطريقة؟ واش كتعاقب نفسك ولا شنو كدير؟ جلس التاجر حداه، قرب يدي على كتف الضرير وقال: قول لي اش قصتك؟ انا غريب في هاد الدوار وبغيت نفهم كيفاش الصدقة عندك كتسوى الضربة. الناس اللي كانوا دايرين بيهم تقربوا، واحدين حبسوا كلامهم وواحدين كيبوروا باش يسمعوا. الصمت نزل على المكان، غير صوت الحمام اللي كان كيحوم فوق الساحة كيتسمع. الضرير تنهد وقال بصوت مبحوح: وليدي، اشنو غنعاود ليك وعلاش غنخبي عليك؟ ولكن راه ماشي ساهل تحكي حكاية فيها الجرح أعمق وأكبر من العمى. ولكن حيت سولتي غادي نجاوبك باش تولي حكاية عبرة. كنت قائد عصابة ديال 30 رجال، ديال بشرية ما كيعرفوش الخوف ولا قانون. نهار من الأيام صادفنا قافلة كبيرة، 40 جمل عامرين بالبضاعة الثمينة: توابل، أثواب الحرير، أواني النحاس، وخناشي عامرين بالحبوب. هاجمناهم بحال الوحوش، وصحاب القافلة هربوا. سرقنا القافلة باللي فيها وديناها نحو الجبال، ضحكنا وظنينا الدنيا كلها ديالنا وما كاينش اللي قاد علينا. ولما كنا كالسين عاطينها الضحك والنشاط، بان ليا واحد الشيخ كالس تحت شجرة كبيرة. واش كان هنا من فاش جينا هنا وعاد بان ليا؟ ولا عاد جا؟ العجب، كان ضعيف ولكن عينيه كيضويو بالنور بحال النجوم في الليل. قربت وقلت ليه: شيخ، عطينا اللي عندك ولا غناخدو بالقوة. ابتسم وقال: ما عنديش المال ولا الزاد، ولكن إلا بغيتي عندي العلم والحكمة. الغنى الحقيقي ماشي في الذهب، الغنى في القلوب. اللي كيسيطر على قلبه ما يطمعش هو أغنى من الملوك. ضحكوا رجالي ساخرين وقلت ليه: خلي المواعظ، حنا بغينا الكنوز. جاوب بثبات: إلا ما بغيتيش الموعظة وخا
راه في هاد الجبل غار ما كيتفتح غير في ليلة اكتمال القمر، وكتضوي عليه نجمة وحدة اللي ما كيشوفها غير اللي عندهم العلم. داخل غار فيه كنوز يهزوها أكتر من 1000 جمل وما تكملش. ولكن رد بال، الغار غيبقى مفتوح ما حد كانت النجمة في السما. إلا طفات غيتسد الغار باللي فيه وما غتبقى ليه خروجه ولا دخله. قلبي زاد فيه الطمع وقلت وشنو نسيبك يا شيخ الغريب؟ قال لي بغيت 10 جمل عامرين ذهب وكنوز وقرعة صغيرة كاينة في الغار وما تسولوني عليها. هادي فيها سر ما كيعرفوش الا الحكماء. أمرت رجالي مهلوه، ولكن أنا كنت ناوي نخضر بيه. مشينا مع الشيخ تابعينه في طريقه وسط الممرات الضيقة ديال الجبال. الطريق كلها حجارة حادة ورجالنا كيتعفروا، النعال ديالهم كيتشرطوا مع كل خطوة. كل حجر صغير كيتحرك بحال شي كائن حي وكيتزلق من تحت رجلينا وكيسمع لي بحال أنين بعيد. الريح كانت كتصفر بين الشكوك وكتجيب معاها أصوات بحال الهمهمة، مرة بحال بكا مرة بحال ضحك ديال ناس ما كاينينش. وقفنا وسط هيك الغربة، العرق نازل من جباهنا والبرد داخل لعظامنا. القمر ما بانش في السما، كلشي حالك بحال حبر مسكوب. رجالي ما قدروش يسكتوا، هاد الشيخ باين عليه كيجرجنا غير للهاوية. اش من نهار اش من نجمة، ما كاين غير كذوب. الشيخ كالس على حجر كيدوس توب بشوية عليه وصوتو خاف وكيقول الصبر مفتاح كل باب، كل شي في الساعة اللي مكتوبة، غير الجاهل كيعجل ويخسر. وفجأة الغيم تفرق والسماء تشعل. القمر بان كامل ضاوي بحال وجه فضة مسبولة. حدا منو طلعت نجمة كبيرة ضاوية بحال كرة نار بيضة كطلق شعاع كيغلب عتمة الجبل. الأرض بدات تهتز تحت رجلينا بحال الرعد كيضرب من داخل. الحجر الكبير قدامنا تشقق بنصه وبدا الغار كيتفتح بحال فم عملاق. من الفتحة خرجات أنوار قوية كتلوح في السماء بحال خيوط ذهبية، كتضي الليل بحال نهار. دخلنا الغار بخوف، القلوب كتدق بحال طبل. داخل ماشي كهف عادي، بل بحال قصر مدفون. الجدران كيبرقوا بحال مرايات من الذهب، والسطح فيه نقوش مضوية كتمثل معارك وأساطير قديمة. صناديق خشب مرصعة بالماس مفتوحة عامرة بالياقوت الزمرد. تيجان مرمية على الأرض كتلمع، وكل ما نقرب ليها كنحس بيها كتنفس ضوء. سيوف معلقة على الجدران كتهز مع الريح وكتصدر نغمة حديدية كتحرك الروح. عقود من اللؤلؤ والياقوت مدلية بحال نجوم صغيرة في الظلام. رجالي طاحوا على الكنز بحال الوحوش، كيجمعوا وكيعمروا الخناشيد حناق. 40 جمل ولاو ما كافيينش، عمرناها بالذهب والكنوز حتى ولات رجليهم كتغرق في الأرض. الشيخ كان مختلف، قاعد بوحدو، شاد قرعة زجاجية صافية داخلها نور بحال قلب كيتنفس، كيعاملها بحال شي ولد رضيع. حتى الهواء اللي كيدور حوله كان بحال كيغني كيتراقص بخفة. جا عندي وقال بهدوء وفي باللي وعدتي. كل واحد وخلاصو. عطيتو 10 جمال محملين بالذهب وخديت 30 ديالي. النجمة اللي في السماء بدات تصغار حتى اختفات. الغار تسد دغيا بصوت قوي كيما تحل أول مرة، والجبل ولا ساكت كيف كان. الذهب كيلمع تحت ضوء القمر اللي بقى وحده في السماء. رجعنا والجمال عيات من كسر سلوزن. وقفنا في واد صغير باش نرتاحوا ويرتاحوا الجمال. رجالي كالسين حدا النار كيضحكوا فرحانين بالغنينة. قلبي ما هداش، وليت ساهي وتنفكر وتنخمم. 30 رجال و30 جمال عامرين كنوز، هادو يقدروا الدور ليهم في الخوا ويغدروا بيا. تسبقتهم بالخيانة ودهنت ليهم السنت الماكلة. بداو ياكلوا واحد شوية، بداو كيتلواو كيسقطوا واحد بواحد، ومن بعد شوية ما بقاش ليهم حس إلى الأبد. كلست حداهم وانا محاط ب30 جمال عامرين بالكنوز، وظنيت راسي سيد الأرض بلا منازع. مع أول صباح السماء بدات تفتح على زرقة خفيفة، والضباب مازال معلق بين الشعاب. طلعت فوق واحد التل صغير، كنحس بالبرد كيقرص وجهي،
والعرق ناشف فوق جبيني من العيا. من تما شفت شيخ بعيد قدامي ماشي بخطوات هادئة، والجمال ديالو العشرة تابعين صف واحد محملين بالكنوز اللي كتلمع تحت نور الفجر. وقت لحظة كنشوف فيه هاد الشيخ ماشي عادي، كان بحال ظل كبير، كل حركة ديالو فيها وقار وغموض. ولكن قلبي نساه فاش بان لي الذهب وما قدرتش نصبر. كيفاش نخلي هاد الشيخ يخرج بهادوك الخيرات قدامي وانا اللي تعذبت وجمعت النصيب الكبير؟ هبطت من التل، الارض رطبة تحت رجليا والحجارة كتزلق، الغبار والندى على حوايجي، وكنت غير كنجري وعيوني معلقة عليه حتى وصلت قريب منه وصوتي خرج بسياح: والشيخ 10 راه بزاف عليك، شنو غادي دير بيهم؟ عطيني غير جمل واحد. واقف بلا ما يتخلع، بحال إلا كان عارف جاي لعنده. دور وجهو لعندي وقال بصوت هادد: يات ما نسيتي العهد ديالك، ليك 30 ولي 10. ما سكتش، تبعتو خطوة بخطوة، كل مرة كنهضر بحدة وهو كيزيد يجاوبني بنفس الكلمة: ما يغريك الطمع، العهد عند الله. وبقيت تنلحقو، وكل مرة يعطيني جنل محمل بالذهب وكنديه معايا، ولكن عاوتاني كنرجع ليه حتى ما بقى عنده والو، وبقات بين يديه غير القريعة الصغيرة كتلمع ضوها أقوى من ضو الشمس اللي بدا يطلع. قلت ليه: دابا ما بقى ليك والو، شنو سر هاد القريعة؟ تأملني مزيان وقال: ياك تعاهدنا ما تسولني على سرها، ياك ديتي حقك وزيادة، علاش ما بغيتيش تفيق من الطمع اللي فيك؟ كان كلامه الحكيم يزلزل لي قلبي، ولكن الطمع عمى لي قلبي. وقلت ليه: يا شيخ غتقول لي سرها ولا هنا نقتلك؟ وهو كيقول: الأعمار بيد الله، هاد القريعة تخلقات الحكماء باش يشوفوا بها الأرض والعباد وتسهل ليهم نشر الخير والحكمة في أرض الله. إلا شفتي فيها بعينك اليمنية غتشوف الأرض كلها، القرى الجبال والبحار. إلا شفتيها باليسرية غيمشي ليك نور عينيك. ضحكت من كلامه وقلت ليه: كذبتي، هاد القريعة فيها شي حاجة أغلى وأثمن من الذهب، ولا ما كنتيش تهنزي بيها كتر من الذهب؟ وريني الحقيقة. حاول شيخ يمسكني وبعدني، إياك الطمع يهلك، راك خديتي فوق اللي حقك. ما تنساش العهد يا هاد الراجل. ولكن الطمع خدا ليا قلبي، شديت القريعة منه صحة وحطيتها على عيني اليمنية، وفعلا شفت عجائب الأرض كلها. واخدرت براسي وقلت: شكون بحالي؟ هاد القريعة وراتني اللي فوق الأرض بعيني اليمنية، إذا غتوريني كنوز اللي تحت الأرض بعيني اليسرية. هزيتها لعيني اليسرية وبتانية وحدة دخلت في الظلام. غوت بجنون: عيني وعباد الله راني عميت. طحت على الأرض كنلمس التراب، كنبكي ونستغيث: يا سيدي الشيخ رجع لي النور، رجع لي شوفي، خذ الذهب، خذ القريعة عساك السيدي الشيخ. ما غاديش ننزل نطمع في اللي ماشي ديالي. ولكن هيهات، سمعت صوت الشيخ غادي وتيبعد: نقضتي العهد والطمع عماك، هذا عقاب اللي ما يرضاش بالقسمة ديال الله. غاد صوته وخلاني في العتمة الأبدية، والجبال حولي كتنسس بصوت خافت كتحكي قصص الطمع والجشع. كمل ضري الحكاية للتاجر ومد خدو وقال: دابا فهمتي علاش نستاهل غير الصفعة مع كل صدقة؟ التاجر مشى وهو كيتمتم: الله يرحم جدودنا اللي قالوا الطمع كيعمي القلب، والعمى هو عنا القلب ماشي عمى العين.